عندنا أزمة كبيرة جدا في أمريكا يا جماعة. المعلم أبو فصاد دخل أمريكا في أزمة ركود عقاري كبيرة طبعا. طلع بتصريح هاجم فيه المعلم جيروم باول وقال الناس غير قادرين على شراء المنازل، وان جروم الراجل ده احمق، وقال يكون ان هو يبقى على اسعار الفايده مرتفعه ده كده بيرجع لاسباب سياسيه. المهم المعلم جيروم باول خد نفس عميق وقال مش هرد عليك لانك خاربها بقى بسياسات التعريفات الجمركيه، وهسيب مؤشر المنازل القايمه يرد عليك. وطبعا اليوم انخفض مؤشر المنازل القايمه بامريكا، يعني تراجعت مبيعات المنازل القايمه في الولايات المتحده بشكل يفوق التوقعات خلال شهر يونيو، وده بيديني مؤشر كده ابو عمو ان في احتماليه لتفاقم ركود سوق الاسكان، وبيعمل ايجابي طبعا دولار وبيهبد الذهب، يعني بيديله سلبي ذهب. طبعا المؤشر ده ظاهر من هنا ابو عمو هوب طيخ طخ طوخ هوب. ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي بمقدار 202 نقطه، وارتفع مؤشر الستاندر اند بورز 500 بنسبه حوالي كده 2% ابو عمو، وانخفض مؤشر الناسداك المركب بنسبه 1%، وتراجعت العقود الاجله للذهب بنسبة 55%، يعني وصلت لقد حوالي 3425 دولار للأوقية، واتهبدت يا أبو عمو العقود الفورية للذهب بحوالي 45%، يعني ارتكزت عند 3415 دولار للأوقية. وعلى الجانب الثاني يا أبو عمو صعدت عقود مؤشر الدولار بنسبة 1%، يعني إن الخلاصة كده أبو عمو من أبو آخر كده أبو عمو أمريكا دخلت كده ميري في أزمة رهانات عقارية، ومن المتوقع انها تكون واسعة المدى، والله تعالى اعلى واعلم وهو علام الغيوب. تابعوني في كل جديد ومهم وهادف على صفحة الدكتور احمد حنفي او قناة فكر اقتصادي. اشوفكم على خير.